أحبائي مرحبا بكم مرة أخرى. نواصل حوارنا في هذه الليلة الاستثنائية مع الشاعر الكبير سعد بن جدلان. أبو محمد، أنت قلت لي في ذات حديث في ذات يوم أنه الديوان الصوتي لم يصلني منه أي مقابل مادي، أو أنه لم يعني ما كان فيه الأمور واضحة، لا الديوان الصوتي ولا الديوان المقروء. لماذا سعد بن جدلان يعني يغير كلامه؟ كيف يعني؟ أنت قلت لي يوم من الأيام أنه الدواوين الصوتي والمقروء لم أتفاوض مع الناشرين أو المنتجين على قيمة مالية معينة وتركت الأمور. اي نعم، بالنسبة للدواوين المسموعة هذه طبعا اللي من باب مصافيط وما جاني منه ما قلت حتى غيره، واللي من باب التعاون يا رجال ينفعني وانفعك. أنفعك أخذ ديوانك يا سعد؟ ما تاخذ ديواني، تطبع لي وبعد تعطيه من نسبة وأكون وياك شركة. نعم. أنا طبعا لا أشكك في ذمة اللي أنتج الديوان الصوتي أو المقروء، أنا ما لي علاقة، بس إني أسأل لأنه دائما في هذه الأمور تكون الأمور واضحة فيما يخص الأمور المادية والمالية والتوزيعية. أنت شاعر نجم، فيجب أن تتضح الأمور. وأعلم يعني أن المال ربما هو آخر الأمور التي تنظر إليها أيضا. إن شاء الله إن شاء الله. عندي سؤال هنا يقول: مستوى الشاعر سعد بن جدلان في السابق كان أفضل وأعذب وأجمل. دافع عن نفسك. السابق؟ إيه؟ أنا السابق ولا شيء. ما تطورت يعني؟ هل أنت مثلا تقول مستوى قصيدتي قبل 20 سنة هو نفس المستوى؟ لا يعني ما تطورت يا سعد؟ قبل 20 سنة لا بالله من مثلها. أفضل الآن؟ الحين أفضل. جميل. إذن هذا يعني اعتراف جيد أنه أنت في مرحلة تطور. الشاعر نعم. هل تعتقد الشاعر يتوقف عند مرحلة لا يتطور؟ لا، يتطور. نعم، إلى أن يصل للقمة. جميل. تطور على شرط إنه ما يكون عنده نفس ويكون في نفسه. نعم. أو تعلي على الآخرين. نعم. هنا يبدأ التطور. أيوة، يعني نفهمها. أنت تقول الشاعر عندما يبدع ويفكر إنه ما يتعلى على الآخرين، يقول أنا أفضل شاعر أو أنا أحسن شاعر أو أنا وصلت مرحلة لا شاعر فوقي، معناه هذا عمره ما حيتطور، معناه هذا حول نزل. إذن الغرور مقبرة الشعراء. نعم. من الشعراء تحس إنه الغرور قتلهم في الساحة؟ يا أخي ما له داعي لذكر اسمائهم، ولا واجد كل الناس يعرفونهم. هنا. إنما الغرور للشاعر هو تحطيمه. نعم، مقبرة الشاعر ينهيه. نعم. ما نقدر ناخذ اسم. لا ولا نقدر ناخذ اسم. طيب، سعد بن جدلان قال في ذات لقاء إن الذي سيستحوذ على الساحة الشعبية في المستقبل القريب هو الشاعر لافي الغيداني. لافي الغيداني شاعر. أوكي، هو شاعر وشاعر جيد، لكن أقصد ممتاز لافي، لكن أنت حددت لافي الغيداني إنه هو الشاعر المميز الذي سيكون له يعني راية الشعر. لا ما حددت. أنا ما حددت لا حدد لافي ولا حدد غيره. بالنسبة لي أنا ما حدد لافي ولا حدد غيره. أنت ما حددت لافي؟ لا الشعر ما هو ملكي ولا ملك لافي ولا ملك قاصي ولا ملك الداني. نعم. الشعر هذه موهبة، والموهبة في الشعراء، والتوفيق بيد الله وحسب ما يواجه من وصال المجتمع. ما بيقول غير أنا ما حدد أحد. ما تقول هالشاعر إنه لا ما حدد أحد. إذن كذب على سعد بن جدلان في الانترنت؟ ممكن، لأنه أنا قرأت لقاء لا كذب، فقلت إنه لافي الغيداني هو الشاعر الذي سيستحوذ على الساحة الشعبية. شاعر لافي الغيداني شاعر من ضمن الشعراء المرغوبين المعدودين على رؤوس الأصابع يعني. نعم. لكن كلمة إني أقول هو الوحيد. نعم، أنا قرأتها إنه الوحيد الشاعر اللي سيستحوذ هو لافي الغيداني، ولافي يستاهل. طيب، من هو شاعر القلطة الأفضل بالنسبة لسعد بن جدلان في منطقة الخليج أو السعودية أو وجهة نظرك يا سعد بن جدلان؟ أنت حر يا أخي. وجهة نظري أنا أحس، لكن ما في واحد معين إنه فلان الشرعي بالبناني. نعم. لا ما يكون. نعم. كل يوم يطلع لي واحد. نعم.
جميل وجيد، ما اقدر احدد انا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. نعم نعم. زين الشعراء اليوم ما عاد زي من اول قليلين تذكرهم تقول فلان وفلان وفلان، لا يا اخو. الحين في سنه يطلع 100 شاعر. نعم شاء الله. نعم نعم. في سالفه يقولون ان سعد بن جدلان ركب مع راعي تاكسي من ابها الى بيشه. جميل. فكان عنده اغاني، قلت له انت عطنا شيء من